النميمة والغيب مش ذنب بسيط، ده ذنب ربنا شبهه بأبشع صورة. ربنا قال للي بيغتاب أخوه كأنه بياكل لحمه وهو ميت. تخيل المنظر ده قبل ما تتخيل الذنب اللي الكلمة اللي بتطلع منك ممكن تهدم حسنات كتير جدا، حسنات سنين. وفي يوم القيامة الغيبة بتتحاسب من رصيدك انت مش من كلامك. حسناتك تروح للي اتكلمت عليه، ولو خلصت حسناتك تاخد من سيئاته. النمام مش بس بيأذي الناس، ده بيقطع طريق الرحمة عن نفسه. النميمة سبب في عذاب القبر زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ناس النار بتمسهم ناس استهانوا بالكلمة. اللسان الصغير ده ممكن يكون سبب نجاة أو سبب هلاك. عشان كده ربنا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. السلام عليكم.